السلام عليكم متابعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من منوعات دينا. بقالي كتير ما عملت لكمش روتينات، ففي ناس طلبت مني ان انا اعمل روتينات، وخصوصا الست اللي هي بتشتغل زي كده بالظبط. طبعا الستات اللي بتشتغل الله يكون في عونها، وبتحتاج ازاي ان هي تخلي شقتها نظيفه وفي نفس الوقت تهتم بشغلها. فاقول لكم تعالوا انا بعمل ايه وخليكم معايا في الخطوات، ويلا نبدا على بركه الله. نبدا الفيديو. اول حاجه طبعا الستات اللي هي الموظفين او كمدرسين، طبعا بيبقى ليهم يوم اجازه، يومين اجازه في الاسبوع اللي هي الجمعه والسبت. في ناس يا عيني زي مهندسين وكده بيبقى عندهمش الا يوم الجمعه بس تعالوا اقول لكم تعملوا ايه في تنظيف الشقه. دي اهم حاجه. يوم الجمعة طبعا احنا كستات امهات، زي ما انا قلت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجنة تحت اقدام الامهات، علشان احنا ما بنقعدش وشغالين على طول، ما عندناش اجازات. فهقول لكم نعمل ايه. يوم الجمعة ده بعمله تنفيضة بالظبط كده للشقة، علشان طول الاسبوع الشقة تبقى نظيفة وتنضفيها على الوش. طبعا بتغيري ملاياتك زي ما انت شايفة مرة في الاسبوع. هو الغسيل بيكتر اي نعم، بس هتقسمي الغسيل يعني على يومين ثلاثة وكله بيتغسل يعني. زي ما انتم شايفين هنا طبعا غيرت اللي هي الدفايات اللي هي بتاعت السرير. انا ما بحبش احط ملايه، في ناس بتحط ملايه وبعد كده دفايه، بحس ان هو يعني حاجه مقفوره وكمان بتكتري عليكي الغسيل. فانا بحط هنا الدفايه، كنت جايباها من كارفور زي ما انتم عارفين، وبصراحه جميل غسيل ويعني والوانه بصراحه حلو. هنا طبعا بتغيري ملاياتك زي ما انتم شايفين كده، غيرت هنا الملايات وبغير الخداديه. بتقعدي بقى ايه طول الاسبوع الحاجه طبعا مغيراها وغاسله فرشك، وبتيجي بقى من شغلك يبقى يا دوبك بس ايه انت تكوني تعملي اكل، او انت تيجي تريحي، وتيجي مثلا لو انت بتيجي الساعه 2 3 بتريحي ساعه وبتقومي تعملي اكلك. والشقه كده على الوش، الشقه كده يعني مش هتشيلي وتحطي وتغيري، الشقه هيبقى على الوش كده عشان ما تجهديش نفسك، لان الشغل كمان بتبقي جايه من شغلك مرهقه وتعبانه. وطبعا هو مش مجرد النظافة بس، يعني أهم حاجة برضو الديكورات. تهتمي بديكورات بيتك، تشوفي الألوان المتناسقة اللي ممكن تمشي بتحبيها، اللي بتريح عينك. مالكيش دعوة بألوان حد، شوفي انت بترتاحي لإيه. بصوا بعد ما خلصتي هنا طبعا الدفايات التانية بتحطيها على طول في الغسيل، عشان ما تكوميش عليكي غسيل. غسيلك أول بأول في الغسالة، وتطبقي برضو غسيلك أول بأول. كل ما الحاجة تبقى قليلة كل ما هيجيلك نشاط. لما تبقى يتلي غسيل قدامك هتكسري ومش هتعملي حاجة، والموضوع هيبقى صعب عليكي. طبعا انا هنا معايا الباسكت بلم كل حاجة على الارض وهحطها في الزبالة يعني بره، عشان اعمل نظافة يجي ياخدها. ودخلت هنا في الريسبشن وبحاول ان انا يعني افرش كل حاجة بالتراب. في السقف طبعا انا ببدأ من فوق خالص زي ما أنا قلت لكم لتحت. هنا الركنة هنا كنت شايلة الخدادية، الكيس كان كارما كانت شاربة يعني عصير، فوقعت على الخدادية فقلت اغسلها. وان اللون طبعا اللون الاخضر مع الرصاصي كنت قلت لكم طالع يعني ترند قوي. والبطانيه هي انا كنت قلت بقى اشيل بقى عشان اعمل تنظيف عميق للاسبوع بقى، فانا كنت غاسله هنا البطانيه. بصوا هي سهله، ممكن تغسلوها تنفضوا من تحتها بصراحه، يعني هي حاجة سهلة جدا، اللي هي يعني تسلم ايدي اللي عملها بصراحة. انا جايباها متر، وانتوا عارفين اللي هو متابع معايا من الاول. شلت الشلت. بصوا مهما تنضفوا من الوش هتلاقي في حاجات مستخبية من تحت الشلت. عندي علي ابني بيحب ياكل لب، بصوا شلت الشلتة على الوش بقى. تعملوه مرة في الأسبوع يعني اللي زينا بقى يعني اللي عنده أطفال بقى يعمل كده، يعني يحاول إن هو يعمل تنظيفات عميقة علشان طول الأسبوع الدنيا تبقى تمام. نفضت تحت الشلت وبحاول أرجعها مكانها. الدفاية دي أنا كنت جايباها من سعودي برضو ببيعها. دي كانت متر. اللون الرصاصي هي زي داخل في جري كده جري، بس انا كنت عايزه اللون اللي هو السيلفر، ما لقيتش الا اللون ده. بس يعني هو عملي جدا وبرضه غسيل يعني بصراحه بطاطين دي كويسه جدا. يعني انا قلت ان هي تبقى بدل ما احنا بنجيب اللي هي مش عارفه حاجه كده
بافتات بيضة كده بيحطوها من فوق، مش حلوة دي بتاعت زمان، ولا دي شكلها تبقى شكل الانتريه وتدي الوانات، تجيبي اللون اللي انت عايزاه. انا كنت بحاول ان انا ادخل، بصوا بتدخله على فكرة بيمسك. يعني لو عندك اطفال هتقعدي كل شوية تمشي وراهم وتقعدي تعملي كده، بس هي عملية وحلوة بصراحة. هنا المخدات طبعا حطيتها، وهتلاحظوا ان انا عامله وشين، وش فيه ليموني وش فيه رصاصي. فقلت اجرب موضوع ان انا اعمل لون ولون، فلقيته شكله شيك جدا. وعلى فكره اعتقد ان بتوع الديكورات ما عملوهاش، يعني دي فكره انا عاملاها لنفسي، ولبست الخداديه اهو. يعني وحطيت المخدات. قبل ما لمع بقى رحت جبت بقى السجاده اللي بشعر دي. يا جماعه طبعا طول الاسبوع بنقعد نعمل بنشفط بالمكنسه، بس بقى لازم تتنفط تنظيفه جامده كده، لان ممكن تكون في حاجه مستخبيه. فالحاجه السجاده اللي زي اللي فيه شعري ده لازم يتنفط حتى لو مره في الاسبوع. زي ما انتوا عارفين ان انا نفضت الاول، لانك لما بتنفضي السجاجيد بتخلي التلميع ده في الاخر، لان التراب بيتطاير فهيجي على الازاز هيجي على الخشب. فخلي التلميع ده بعد ما تنفضي حاجتك. هنا كنت بلمع هنا الازاز لان طبعا التراب كان جاي عليه. بعد ما لمعت الازاز، بصوا دي كانت قماشه عندي وعملتها بالشكل ده على اساس ان هي تبقى مفرش، تبقى ماشي مع ديكور الركنه، يبقى كله اللون موحد. والطبق ده انا كنت واخداه من خالتي، كان فيه طبق حلويات خدته، فقلت طب وليه ما نعملوش زي ديكور، وكنت عايزه ارشه اعمله لون ابيض كده. بس انتوا عارفين انا مش فاضيه، بس ان شاء الله يعني هنعمله مع بعض، هرش عشان يمشي مع ايه، يبقى ماشي بالديكور. فاللون البني قلت يبقى بني برضو يليق علشان الخشب بني. وهنا حبيت ان انا اعمل زي كاسات اللي هي بتاعت زي ايكيا، شكلها برضو تبقى بشكل كده بمنظر ديكور. رحت هنا ناحية السفرة عشان عايزة ألمع الخشب بقى، خشب السفرة. كان كارما هنا كانت بتلعب بالورد وقطعت لي الوردة انتوا عارفين الأطفال ما بيسيبش حاجة في حالها. وحبيت ان انا عايزه الم كل حاجه بقى علشان ايه امسح بقى بالبالج بصراحه. ملمع خشب فظيع بصراحه، وبيدي لمعه وريحه كمان يعني. تحس ان انت لما تدخلي البيت تحسي بريحه البالج، بتدي ريحه حلوه. بعد ما لمعت خشب السفرة وخشب كله عشان مش عايزة اطول عليكم، فهنا مفرش زي ما قلت لكم ان احنا ده يدوي واللي كان قماش عندي، فحطيت حتتين كده جنب بعض على اساس ان هم يبقوا يعني زي شكل مفرش كبير. وهوريكم حاجة كده وانا بفرش المفرش، الشكل الديكور اللي انا عملته. في طبق هوريكم، طبق كده بلامين كان مكسور كده من على الجنب، فقلت لا استخسرت، قلت اعمل شكل اقتصادي ان انا اعمله على شكل ديكور. واللون الاسود بتاعه بصراحة عجبني، بس يعني قلت ان انا عايزة اغيره اللون ده برضو ابيض عشان يبقى فاتح ويدي شكل حلو في الديكور. وهنا كان المناديل كانت خلصت، فقلت ان انا احط بقى ايه مناديل فيها. بعد بقى ما خلصت كله فوق ولمعت، خليت كارما هنا كانت عايزه تساعدني. فعلى فكره خلي الاطفال تساعدكم، علشان احنا في يوم من الايام هنكبر ومش هنقدر، فهم يكونوا سند لينا. فهي كانت عماله تعمل اي حاجه في اي حاجه، بس ايه لازم تحسسوا عيالكم بالمسؤوليه. فاخدت منها المكنسه وقعدت اشفط بقى الدنيا الارضيات كلها بقى عشان ابدا بقى اشوف هقول لكم انا هعمل ايه. بصوا بقى يا جماعه،
بما ان احنا هنمسح، انتوا متعودين ان انا امسح بفوطه على طول، اللي هي الشرشوبه الفوطه، هي حلوه وكل حاجه، بس ايه، للتلميع. لكن هتنفضي شقتك، فهنرجع بقى زي امهاتنا زمان، نجيب فوطه قديمه زي دي، تمام، فوطه قطن حلوه قوي، القطن للارضيات. ليه بقى؟ ان احنا بنعمل تنفيض الشقه مره واحده في الاسبوع، فيبقى التنفيضه بقى ظهرك بقى يتوطي، وتجيبي بقى تحت الانتريه وتحت الكراسي كله بالفوطه. يا جماعه بصوا، ما تقعدوش تقولوا اسلوب بقى ايه اللي انت بتعمليه ده، الدنيا اتقدمت، الدنيا اتقدمت، وانا بعمل بالفوطه الشرشوبه وكل حاجه، بس مش زي دي. هتجيب لك بقى، هتخلي لك فعلا الارض بتلمع ونظيفه فجربوها بقى وارجعوا زي زمان بقى زي امهاتنا. فانا هعمل وهرجع لكم تاني. بصوا شكل الارض لما عملتها بالفوطه، تحسوا بلمعان كده وبنظافه، والميه كمان ما تبقاش في الارض. هنا بقى جبت هنا ديتول، عشان دخلت هنا في المطبخ، علشان طبعا بنضف التنظيفات العميقه، شلت كل حاجه من على الرخام وبعقم بقى كل حاجه. فتنضفي كل حاجه كده، لانك انت طول الاسبوع زي ما انا قلت لكم بيبقى حوالين الحاجه. هنا طبعا شلت كل حاجه علشان انضف مكانها، زي ما قلت لكم مره في الاسبوع. رجعت الحاجه هنا مكانها، والحاجه فوق هنا الرف اللي فوق ده بنزل كل حاجه فيه وانضف برضو تحتيه. لمعت الرخام ولميت كل حاجة، كوبايات بقى، اطباق، حطيتها في الحوض عشان ابدا بقى اغسل المواعين. هنا المواعين غسلت هنا، بغسل الاول الكوبايات زي ما انتم شايفين، وتحط في البريل بتاعك، تحط بقى خل، تحط قشرة ليمون، هتعقم لك الحاجة بمية سخنة بقى، يا سلام بقى، وتغسلي بقى مواعينك. يلا بقى تشجعي وقومي وحددي يوم ليكي. بس احنا كموظفين وبنشتغل، ان احنا بيبقى لينا يوم في الاسبوع، خاصة الجمعة، سواء كنت مدرسة او موظفة او مهندسة حتى، لان مهندسين زي ما انا قلت لكم ما بيبقاش ليهم الا يوم واحد بس في الاسبوع، فيعيني محدش بيقعد، واللي زينا ما بيقعدش. خلصي حاجتك كده اول باول، ما تقوميش عليكي مواعين ولا اي حاجة. غسلت بقى كل حاجة، فبرجعها كده في الحوض عشان تبقى سهلة في شطفها. الحوض يعني نضيف ومفيهوش حاجة، فبشطف الحاجة برجع كل حاجة في مكانها عشان تبقى سهلة معايا. لاني انا عندي حوض واحد، في ناس بيبقى عندهم اتنين، يا بخت اللي عنده اتنين حوض. الاتنين حوض بيساعد يعني يعني حلو، بتغسلي مواعينك وتحطيه في الحوض، في الحوض التاني، وتبدأي بقى تاخدي حاجة حاجة وتشطفيها. انا هنا جايبه هنا فرشه معجون قديمه، بغسل فيها الحاجات اللي هي مش عارفه طولها، او قاعده الكوبايات مهمه، لان قاعده الكوبايات احنا بننساها على فكره، وبتبقى محتاجه ان هي تتغسل. غسلت هنا مواعيني وشلت كل بيبقى فيه رواسب، بتشيليها وتبداي تدعكي بقى. انا بحب السلكه التخينه دي بصراحه، بتنضف وتغسلي بقى حاجتك بالميه السخنه، وتسمي الله 3 مرات يا جماعه، علشان الميه السخنه الرسول اللي قال كده، لان احنا مش عايشين لوحدنا. تقولي بسم الله بسم الله بسم الله، علشان بتستأذني، لان انت بتأذي برضو، احنا مش عايشين لوحدنا بصراحة. طبعا مع البريل والخل، وطبعا قشرة الليمونة والسلكة بتديلك لمعان برضو للسلستين، لان الخل بيدي لمعة للسلستين، يعني بتلاقيه بيلمع بقى في الاخر. بعد ما خلصت بقى، يعني هنعمل تلميع كده على الوش كده، علشان صابونة جت عليها وانا حاطة كوباية، فبنلمع بقى تحت المفارش دي زي ديكورات، بس على طول ايدك فيها، علشان خاطر طبعا انت بتعملي اكل فيه بخار، بيبقى زيت فبيجي عليه، فتنضفي حاجتك. وانا كنت حاطه هنا ميه بالديتول، وبلمع، بتعقمي بقى حاجتك والحيطان زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى البوتاجاز، هنا كنت حاطه الفويل ده تقيل، الفويل ده تقيل. بصوا كنت بوريكم العين ان هي عايزه تتغسل،
شوفي اي عين ايدك فيها اول باول علشان ما يبقاش فيها لازق. انا جايبه هنا الجلانس بتاع المنمع الازاز لاني كنت حاسه ان البوتاجاز مش محتاج دعك ولا فوم ولا ولا فوم يعني، محتاج بس تلميع. يعني عايزه اقول لكم ان الفويل ده جميل جدا يا بنات، جيبوه التقيل. انا كنت بجيبه زمان، هتلاقوا الخامه، بص هوريلكم الخامه تقيله كده. كنت زمان بجيبها ب7.5 بوتاجاز الكبير، دلوقتي بصوا تخين. وهتيجي حد يقول لي دينا ده خطر، بصوا هتلاقوا في فتحات كده فتحاها مكان الفرن، عشان انا عارفه فعلا ان هو خطر. لازم تفتحوا فتحات مكان الفرن علشان يتنفس. حاطه لي بقى عشان يريحني طول الاسبوع، مش كل شويه المع البوتاجاز، بيبقى مقرف، بياخد وقت لوحده في التلميع والتنظيف. وده بصراحه يعني حامي، وفي نفس الوقت بتلمعي على الوش كده على السريع. انا حسيت ان هو نضيف. بصوا انا عماله اعمل في مناديل وانا مش من الناس الاقتصاديه بتاعت المناديل، بخلص المناديل على طول. بس يعني نصيحه، تلمعوا بمناديل المطبخ لان الخامه بتاعته بتبقى تقيله. لو ما عندكيش مناديل وهتقولي يا دينا ده انت يعني بجد يعني انت كده مش اقتصاديه، بس انا ما اعرفش المع بصراحه الا بالمناديل. يعني دي حاجه عاده عندي مش عارفه اعمل فيها ايه. في ناس بيقولوا في فوطه كده عامله زي مش عارفه يعني طريه قوي، بتعملوها ملمع. بس مهما كان برضو انا مش ما بحبش الفوط، يعني بيجي لها وقت وبتهلك معاكي. فتلمعي كده. بصوا هي على الوش ما كانتش محتاجه، مش يعني كمان انا طول الاسبوع ايدي فيها وبمسح على طول، فالدنيا الحمد لله تمام يعني. فتلمعي بقى حوالين البوتاجاز بزيت ماء مطرطش، اكل مطرطش، على طول ايدك كده في حاجتك، علشان كل ما تبقي ايدك في حاجتك على طول مش هتتعبي. احنا وصلنا لاخر حلقتنا. ويا رب يكون الفيديو يكون خفيف على قلبكم. وكده هيبقى طول الاسبوع شقتك تبقى نظيفه. وهتعملي بقى على الوش بقى، تيجي من شغلك تشوفي تكون انت بقى محضره اكلك قبليها برضو، يعني اللي هو يوم السبت لو عندك اجازه يوم السبت غير الجمعه، يبقى اليوم ده لتحضيري الاكل اللي هو الاسبوعي. ان شاء الله هنعمل الفيديو ده، خليكم معايا ان شاء الله. الفيديو اللي جاي ان شاء الله ازاي ان احنا نرتب اكلنا الاسبوع للست اللي هي بتشتغل. ويا رب يكون الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.